زي ما شفتوا في عنوان المقطع فرشنا الشايب اللي في حارتنا، فهل الشايب يستاهل الفرش ولا ما يستاهل؟ فتابعوا القصة لتعرفوا. والله العظيم قبل لا نبدا القصة، طبعا القصة حقيقية وصارت، والله العظيم احداث القصة كلها صارت، فبلاش الكومنتات اللي ابص ابغى انت كذاب مدري ايش كلامه كله اكشن مدري ايش. طب انا ايش اسوي لامك اذا انا حياتي كانت اكشن؟ ايش اسوي؟ ادري انكم متحمسين تسمعوا القصه، بس قبل ان نبدا المقطع ابغى منك طلبين صغيره. اول شيء انك تشترك في القناه وتفعل جرس التنبيه. ليش؟ علشان لما انزل قصص ثانيه يجيك رنه، فاهم؟ وثاني شيء انك تظهر في السناب شات عشان تتابع يومياتي زي كذا. فسريع يلا لا يفوتك يمين بالله. في كل حاره لازم يجيك الشايب ذاك، الشاب المريض اللي يجيك يا مفلسع يا يجيك مجنون يا يجيك يكلم نفسه. فالشايب حقنا اللي كان في الحاره للاسف الشديد ما كان من ذول النوعيات، نوعيه غريبه جدا. نوعيه ايش؟ يتكي عند الباب، اي واحد يمر يا واد يستلم امه، يستلم امه سلك، يستلم امه سب. القطعه هذه سويتها تقريبا وانا عمري صف سادس ابتدائي. حلو. فايش الهرجه؟ هو البيت حق الشايب هذا كان فين؟ كان قريب من الملعب اللي في حارتنا، ومعروف في كل حاره لازم في قلب الحاره يكون في ملعب، وبيت الشايب ذا كان قريب جدا من الملعب. طبعا اللي ما يعرف اقاربي، انا معايا 2 من اقاربي معروفين. حلو. بس المره ذي في واحد مو من قريبا بس من الجماعه، فاهمين؟ فهذا بسام هو ساوي، وانا واحمد قريبي كم صرنا 3 خلان. فبسام هذا اعطيكم مواصفات العيال عشان تندمجوا المتابعين الجداد اللي ما يعرفوا. بسام هو ساوي ذا دبه شويه. حلو يا واد دبه مره قال لك شويه. وانا وقاربي انا وقريبي الثاني احمد نحاف. حلو. فالهرجة الشايب ذا ايش يسوي؟ والله العظيم كان يسب العيال سب لدرجه كذا انت ماشي حالك عن نفسك، ينزل يقول لك يا فلان، تقول له هلا، يقول لك تعال شيل امك. انا الناس استغربوا شيل امك فين؟ يقول لنا البيت حقي دعاره في امك تعال شيلها. والله العظيم ما ازود ولا حرف، كان يسب زي كذا، ناس ما يعرفهم يسبهم سب زي كذا. فاحنا كنا نلعب في الملعب ونسوي رجه. حلو. وهذا الشايب عبيط قال لك يسوي انه ينام في العصر، يطلع يقول والله اللي يلعب هنا اشيل امه عندي، سامعين؟ والله اشيل امه. انا شفت الشايب كذا والله صرت اصفه، يعني ما اقرب من بيته نهائيا. حلو. الصراحه كنت ما اخاف منه، اخاف من السب اللي يجيني. فكبرت عقلي وسبته خلاص، اعطوني شيء ويسبسب العيال الثانيين بكيفه. بس يوم من الايام كذا الشايب ذا استعجل، جاء قال لي يا خال تعال شيل. والله ما حقول السب عشان قوي. سب الشايب سبني سب اليمه، دينك يا ربي. انا اقول لك انا صدمت، قلت له تقصدني انا؟ قال لي وانت تعال شيلها فوق. استغفر الله. يمين بالله انا فحست يا ود على طول. كلمت مين؟ كلمت اقاربي، قلت لهم اسمع اقسم بالله الشايب هذا زود امه، ترى سب امي. ترضى يا احمد يسب عمتك؟ قال لي ايش قال لك؟ قلت له السبه القويه. قال لي كذاب. قال لك؟ قلت له رب المصحف. قال لي يمين بالله انا مره انفحست. وانت زي ما تعرفوا انا وقريبي يا ود مره مع بعض زي الاخوان، والله العظيم كل مكان نروحوا مع بعض. فقريبي مره زعل نفس الزعل اللي انا زعلته. فصرنا من بعد ذاك اليوم صار يا ود صار كذا نبغى عند مين؟ نبغى عند الشايب. خلاص احنا صار تفكيرنا كله في العصر اننا ننزل مو نلعب كوره، ننزل كيف ننتقم من مين؟ من الشايب ذا. صح انه كنا صغار بس اقسم بالله كنا مجرمين. المهم فكلمنا مين؟ قريبنا الثاني بسامه وساوي الدبه. مدينا له هرجه وقال خلاص يمين بالله قدام نبغى نفرش، بس فين؟ مو عند بيته، نبغى نطرف برا، لانه في الحاره معروف في حركه وشايب هو اصلا والناس عارفين انه مخرف، فما حد بيوقف معاه لانه الناس عارفين انه هذا ادم متخلف. بس يمين بالله انتم متابعين ترضوا؟ حط نفسكم مكاني. يمين بالله سبوني سبه مره قويه. طبعا مين شاركنا مع بسامه وساوي؟ تتذكروا خوي الزهراني اللي فزع لي في الطاعات حق الفندق؟ ايوه هو بالضبط. صرنا كم؟ صرنا 4، انا وقريبي احمد وبسامه وساوي والزهراني خوي الشروه. زي ما قلت لكم في القصص اللي فاتت خوي الزهراني ذا ما شاء الله قلبه مره حجر يا ولد. اي شيء قدام مشينا مدري ايش قدام، ما عنده راوس الادمي ذا، الراوس عنده يا ولد الراوس مفصول. المهم وبكذا يكون اكتملت الشله عندنا من 4 اشخاص. فاحنا الحين هدفنا مين؟ هدفنا ننتقم من الشايب ذا. قسم بايات الله كان فاحسني. احنا ايش قلنا؟ قلنا الشايب ذا لازم نرد حقنا. طبعا الشايب هذا بخاري كان. حلو. فاحنا كنا نتريق عليه ايش؟ طلعنا عليه لقب بخبخ. طبعا كنا صغيرين، قال بخبخ يا حمار يا مدري ايش، نسبه ونفقع. اللي يستاهل هو اللي بدا الحرب. احنا جينا من البدايه، هو اللي قاعد يغلط على امهاتنا، احنا ما سوينا له شيء وفعلا سويناها. والله كل عصريه نروح عند بيته يا بخبخ يا حمار الله ياخذك يا فنطل. بعد ما نسبه بوف 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 نفقع، هو يلحقنا كذا شويه ويرجع، ونرجع ثاني مره يبغى لنا المغرب كذا. الناس يتمرنوا كوره، احنا نتمرن على الشايب هذا.
بس ما اتاحت لنا الفرصه اننا ايش؟ اننا نضربه. فايش الارجاء؟ بعدها كذا والله يمكن بيومين 3 ايام بعد ما طفشناه، حلو، في ذاك العصر امي رسلتني اجيب عيش. طبعا انا كنت الوحيد اللي ترسل يا ولد اجيب عيش زبادي، اصلا الظهر العصر كذا تحصلني انا رايح دائما ترسل. فذاك اليوم امي رسلتني البقاله، حلو، وجنب البقاله في حلاق. فانا دخلت كذا اخذت الزبادي العيش اللي امي رسلتني اجيبه، وانا خارج طلعت في الحلاق حصلت مين؟ حصلت البخاري قاعد يحلق. دينك يا ربي صيدة سهلة. على طول جري عند مين؟ كلمت اقاربي وكلمت بسام وكلمت خوي زهراني الشروة. اقسم باية الله هذه صارت يا واد زي الجن، جمعتهم في 5 دقائق، رجعت العيش عند امي، طلع السلام يا امي انا رايح العب تمرين، فوف كلمت العيال اتجمعنا فين؟ عند الحلاق. وطبعا وقتها بخبخ كان ايش؟ بيقول لك بيضبط راسه قاعد عند الحلاق يسوي دقنه ويحلق شعره، يعني كان لسه ليلته طويله في الحلاق. فاحنا قلنا يا عيال باقي وقت، حلو، مشينا ايش؟ نجيب حجران وبسام وصي عشان دب، قلنا له اسمع انت عشان لو مسكك ترى البخاري يمين بالله حيقتلك، اركب الدراجه. الله فعلا خوي الشر الزهراني ما قصر، راح جاب لنا الحجران مليان. الحجران ديك ال5 عرفتوها؟ 5 الحجران ديك اللي تجيك عند العماير اللي لسه ما بنت، الطوب الاحمر ذاك اللي يجيك كذا منحوت زي حق موكلي، ترميه يا ولد يمكن ياخذ لف ويرجيك من كثر ما هو قوي. وجبنا طوب دحين كم احنا صرنا التشكيله حقتنا، بسام وسام بالدراجه، حلو، ومعك العصايه، حلو، وانا وقريبي والزهراني الشروه كلنا معانا ايش؟ معانا حجران. فقلنا ايش؟ هو دائما يسطع علينا عشان يقدر يلحقنا. فدحين هو جوه الحلاق ننظفه جوا الحلاق، يسوي يسب امي، يمين بالله لا انتقم لامي. فايش اخذنا الحجران انا وقريبي وايش؟ والزهراني الشروه وبسام برا ايش؟ بالدراجه. دخلنا زي كذا يا بوبو الله ياخذك، بوب 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 بوب، اقسم بالله نتفناه جوا الحلاق. فالبخاري مسكين ما هو مستوعب قاعد يطالع، الله ياخذ امك انت ويا لا تعشر امك من عندي. وصار ايش؟ يرمينا بايش؟ بالموس، صار يرمينا اي شيء قدام. البخاري قاعد يتحول، واحنا ايش لما شفناه قاعد يهيج خرجنا برا الحلاق شويه، وتنتيف ما يوقف التنتيف 24 ساعه نتف بالحجرات. احنا من غبانا الزايد خلصنا الرصاص رمينا كل الحجر، والبخاري ايش؟ افتهم لنا صار جاري علينا، خرج بالصفرة ديك حق الحلاقين، يا كلب تعشي الام من عندي اذا ما مسكه. الشاب خرج يا واد وجهه ملطخ هنا لسه حق الصنفره، والموس هنا ناشب، والحلاق وراه يقول له صديق تعال ادفع حساب ادفع حساب. فالشايب صار ايش؟ صار مو يلاحقنا، صار يلاحقني انا بالاخص، ما ادري ليش، يمكن عشان انا كنت اول واحد رميته وشافني. انا اقول لك تعبت، قاعدين نجري كذا حوالين الحلاق، نجري ومعاي العيال ونشيل حجر في الارض وننتف ونشيل وننتف، ما يوقف يا واد، قلنا ننتف ونهريه. والله يمكن مدة المضاربة دي 20 دقيقة متواصلة، حلو. فما ادري ذاك اليوم ما ادري اتمنيت احد يجي يفارع اقول لك كيف اشرد دحين. المهم والشايب ورايا الخول. ايش الشايب صار؟ لما نحن ننتف بالحجر صار هو يشيل الحجر اللي نتفناه بيها ونتفنا فيها، يعني صرنا نرميه وصار هو يرجع يرمينا. خلاص اقسم بالله بديت اخاف، قاعد اقول يا عيال اقسم بالله الشايب طلع سريع. فقاعدين نتعب والله العظيم من الاشياء اللي اذكرها اني شلت حجره نفكه جت هنا في كتفه. المشكله ما هو راضي يطيح، انتفه بوب ويشيله ويرجع يرمينا، واحنا ندنق احمد انتبه راسك لا يفقش قريب يطالع، اي والله بوب وقريب يدنق. المهم الحمد لله بفضل الله تعالى الشيبه خلاص انهارة والله يا ولد، هنا مفقوش هنا دم، الثوب حقه مشقوق، والمعجون حق الحلاق، والبنقال اللي وراه قاعد تقول له فين حساب صديق فين حساب، قربشناه. انا مو قاتل لنا البنقال، الناس مضاربه وحاربه صديق فين حساب. المهم فالشاب خلاص وقف، احنا ايش خلاص قدرنا فقعنا خلاص فين رجع، خلاص قربنا كل احد من بيته. العظيم ما انكر اني كنت خايف خوف انه اتصل على الشرطه، فدقت على اكيد على المغربيه، حلو، كلمنا قال قلنا اسمع لو جاب شرطه احنا نجيب شهاد انه هذا يسب امهاتنا ومدري ايش، وجمعنا العيال الحاره اللي بقدنا، هي لو جت شرطه نقول له هذا يسب امهاتنا، نقول بيتنا دعاره وتعالوا شيلوا امهاتكم من عندي في السطوح ومدري، ترى والله يقول كلام مره وسخ. فاحنا الحين صار عندنا دليل ضده انه ايش؟ انه ماسكين عليه شيء. الحمد لله ننتظر لا جت شرطه ولا شيء. ثاني يوم البخاري اختفى من الحاره، ثالث يوم الشايب اختفى في الحاره، قلنا يا عيال شكله نقل مدري، ما صرنا نشوف. بعد الهري تقريبا ب3 ايام زي كذا الشايب برضه ما هو موجود. فرحت اصلي انا طبعا الحمد لله مع الطاعات هذه والاجرام، حلو، والله ما كنت اسمع الاذان والاقامه الا تجي على المسجد الحمد لله. فقاعد اصلي انا مو في الصف الاول، يعني في النهايه الامام خلص الصلاه وباقي ركعتين اتذكرها دي في صلاه العشاء كمان. انا اعيشكم الحدث اللي حيحصل دحين. المسجد حقنا الصفوف زي كذا، حلو، بس في النهايه في زي الرصيف كذا علشان الناس اللي خلصوا الصلاه بدري يرجع من ذا الصف علشان لا يصير فيه زحمه وزي كذا. فالمسجد كان حقنا مره مرتب. المهم وانا اصلي زي كذا باقي لي ركعتين قاعد اصلي،
طالع اقسم بالله البخاري قدامي في الصف الاول، وكان جاي مع في الرصيف ذا حق الناس اللي خلصوا بدري، فانا قاعد اصلي والشيبه جاي في وجهي. دينك يا ربي والله حيمسكني. انا اول ما شفت الشايب جاي سويت نفسي ماني قاعد اصلي، وقفت كذا ورجعت مع الناس اللي خلصوا صلاه. انا رحت عند مين؟ عند قال، قلت عيال اقسم بالله الشايب شافني وانا قاعد اصلي. قالوا لي كذاب، قلت لهم اقسم بالله شكله ناوينا، صار مطوع شكله، يا ويل انا من ربي قاعد يدعي علينا. طبعا مع الايام زي كذا الشايب صار يشوفنا ونفقع. والله كنت اروح البقاله وانا خايف، اقول له امي ترسلني عيش، اقول لها لازم امي، تقول لي روح جيب عيش، اقول لها طيب. انا ما بقول له ان احنا فرشنا للشايب، يا واد اروح البقاله جري وارجع البيت ما ابغى الشايب يمسكنا. المعاناه هذه تقريبا مرت 3 اسابيع، وطبعا تدريجيا بما انه كنا صغار وزي كذا، فكلمنا احد من الكباريه حقنا الحاره من المطاوع، قلنا له هرجه وحلناها مع الشايب الحمد لله. بس والله لو ما انحلت الشيبه والطبق واحد فينا والله لا يكفكفوا، واكثر من جد حيطلعنا عنده في البيت. وبس والله كذا يكون تقريبا وصلنا لنهايه المقطع. ان شاء الله كان عجبكم، بس اللي ابغاه منكم في الكومنتات ايش تكتبوا؟ هل انت تشوف الشايب هذا يستاهل الفرش ولا لا؟ فاكتب في الكومنتات اذا يستاهل مع السبب، يعني اكتب مثلا اي والله الشايب يستاهل لانه سب امهاتكم وانتم ما سويتوا له شيء، واكتب مثلا الشايب ما يستاهل لانه عقله مخرف. قبل ان ننهي المقطع ده نبغى نوصل لايكات كثيره يا واد، بوب 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 لايكات، وانشر القصه اذا عجبتك، انشرها يا واد، وريها امك حتى، انشر المقطع في اي مكان، ترى انت كذا تحفزني وتخليني انزل قصص ان شاء الله اكثر. دقيقة قبل لا تنهي المقطع للمتابعين الجداد، انت تحسبوا الاكشن كذا انتهى؟ لا يا حبيبي، لاي واحد جديد في القناة انزل تحت في الديسكريبشن حتحصل طاعات اليوم الاول اللي هي حق الفندق، نفس سرية الشايب، دخلنا فندق وكسرنا والله شيء مرة حلو. فلا تقصروا معي لايك سبسكرايب، يلا اشوفكم ان شاء الله قريبا.